أهلا بكم في عالم الحيوان وفي همس الحيوان. أنا ميري ودي قناتي. أهلا بكم بكل لغات العالم، عراقي، سوري، مصري، بكل اللغات. أهلا بكم. كل مرة أو كل فيديو بنقرب أكتر من عالم الحيوان، بس النهاردة هنتكلم عن حاجة مختلفة، عن قصة وفاء. قصة وفاء عن كائن لو حبك بيحبك للأبد، حتى بعد الرحيل. عن الكلب، أكتر حيوان عرف معنى الإخلاص. الكلاب ما بتنساش. الكلب ممكن يفضل مستني صاحبه قدام الباب حتى سنين، حتى لو مرجعش، حتى لو صاحبه مرجعش. وممكن يشم هدوم أو يبص يشوف صورته يحزن، لأن فعلا هو بيفهم. الوفاء مش مجرد تصرف، ده أسلوب حياة. عند الكلاب الوفاء يعني مش عارفة، هي غريزة. هما أوفياء لدرجة يعني لا يتخيلها بشر، أوفياء جدا. طبعا ده مش موجود في البشر. هقول لكم قصة كده، يعني قصة عن كلب اسمه هاتشيكو، ده رمز الوفاء. يمكن القصة دي مشهورة عن وفاء الكلاب. القصة دي كان كلب ياباني اسمه هاتشيكو، كان بيروح عند المحطة بيستنى صاحبه كل يوم. كل يوم يستقبل صاحبه بعد ما يرجع صاحبه من الشغل، وهو يستناه عند المحطة. وفي يوم صاحبه توفى فجأة ومرجعش، لكن هاتشيكو فضل يجي في نفس المكان لمدة 9 سنين. 9 سنين يروح يستنى نفس المكان، يستنى صاحبه على أن أمل أنه يرجع ويشوف. هل في إنسان ممكن ينتظر حد الفترة دي كلها؟ ما أعتقدش. الوفاء نادر، نادر جدا، وفعلا واحد ما بيلاقوهوش اللي في الحيوان. لو عندك كلب أكيد جربته، لكن لو ما جربتش مش هتصدق لأنك ما جربتوش. لكن أنا مجربة جدا الأوفياء، الوفاء بتاعهم اللي هو ملهوش حدود، والعطاء والحب اللي من غير شروط. القصة دي أثرت جدا في العالم كله، وتعمل فيلم ويتعمل له تمثال. لغاية دلوقتي هاتشيكو لسه واقف في طوكيو لحد النهاردة في اليابان. ومش بس هاتشيكو، ولا هاتشيكو واحد بس، في كلاب كمان في الأرجنتين. في كلب في الأرجنتين اسمه كابتن، فضل نايم برضو على قبر صاحبه 11 سنة. 11 سنة نايم على قبر صاحبه، ورفض كل المحاولات التبني، أي حد ياخده، أي حد نفسه يرجع في نفس المكان ويقعد. رفض كل المحاولات وقعد 11 سنة على قبر صاحبه. ليه الكلاب وفية كده؟ الكلاب بتحس وبتحب، لكن حبها من غير شروط. الكلب بيحبك لأنك انت كده، بيحبك وبس. لا هو بص على شكلك ولا على مظهرك ولا على فلوسك ولا على المصلحة اللي هياخدها منك. هو حبك بس، حبك لأن انت صاحب، حبك كده وبس، زي ما انت بكل عيوبك، بكل صفاتك الحلوة وكل مميزاتك. فيك مميزات، فيك عيوب. هو حبك كده زي ما انت، من غير أي شرط، من غير ما يطلب أي حاجة، من غير ما يطلب ان انت كمان لازم تحب. لا، هو بيحبك، هو بيحبك وبس.
هو بس مستني إن هو يشوفك إنك مبسوط، يشوفك مبسوط فرحان، ده كل أمله في الحياة، إنك يشوفك مبسوط وإن أنت جنبه وهو قاعد جنبك، ده كل الأمل بتاعه. ولو خيروا الكلب يختار الأكل ولا صاحبه، هيختارك أنت، هيختار صاحبه، مش هيختار الأكل، لأن أنت أغلى حاجة عنده في الدنيا كلها، أنت أغلى من العالم كله عنده، أنت كل العالم بتاعه، أنت الحب بالنسبة له، أنت الحياة، أنت الأمل، أنت كل عالمه. مفيش إنسان هتبقى أنت العالم بتاعه، مش موجود. لكن الكلب فعلا أنت العالم بتاعه، أنت العالم بتاعه وبس. هل إحنا كمان أوفياء؟ ما أعتقدش. أوفياء للي بيحبونا بالشكل ده زي الكلب اللي بيحبنا؟ فعلا ما أجمل إنك تحب كلب، لكن الأجمل إنك تستحق حب. لو عجبك الفيديو شاركوا مع اللي تحبهم، واكتبوا لي في التعليقات هل عندك قصة وفاء نادرة زي كده، و... وشيروا الفيديو واعملوا لايك وسبسكرايب، واستنونا فيديوهات تانية وقصص كتيرة عن الحيوانات وعن الرفق بالحيوان وعن جمال الحيوانات وعن حبهم وعطائهم وعن الوفاء بتاعهم. ومن كل قلبي بتمنى لكم كل سلام وكل حب. أقول لكم باي باي.